السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. قادة صربيا وغينيا الاستوائية يبعثون برسائل تهنئة. الإريتريون في فرنسا يحيون الذكرى 35 للاستقلال بأجواء مميزة. ماراثون أسمر 2026 ينطلق في 7 من يونيو بمشاركة إقليمية. كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. ماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريكا استراتيجيا مهما لفرنسا. إلى التفاصيل. بعث قادة صربيا وغينيا الاستوائية رسائل تهنئة إلى شعب حكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وفي الرسائل التي بعثها رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوزدكيس ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوباميانغ ناغيما بوماساغو باسميهما وباسم حكومتي وشعب بلديهما عربا عن تمنياتهم للرئيس السياسي أفورقي بموفور الصحة والنجاح في مهامه والإريتريا وشعبها بمزيد من السلام والرخاء. كما أكد حرص بلديهما واستعدادهم لتعزيز وتوسيع علاقات الصداقة القائمة مع إريتريا. أحيا الإريتريون في فرنسا الذكرى 35 للاستقلال من خلال فعاليات أقيمت يوم 16 من مايو في مدينة نانت، ويوم 23 من مايو في مدن باريس وليون ورين، إضافة إلى احتفالات أقيمت يوم 24 من مايو في مدينة إنجي وسط أجواء احتفالية مميزة. وخلال الفعاليات التي أقيمت تحت شعار صمودنا ضماننا، أكد رؤساء جاليات الإريترية في كلماتهم أن الوطن الذي تحقق بفضل التضحيات الجسيمة ويستوجب تعزيز التنظيمات المجتمعية والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية الوطنية. من جانبه أوضح القائم بأعمال في سفارة إريتريا بفرنسا سيد برهاني باولوس أن شعار هذا العام يجسد مسيرة الصمود التي خاضها الشعب الإريتري من أجل الاستقلال وصون السيادة وبناء الدولة، مشيرا إلى أن 24 من مايو يمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتزام بإنجاح برامج التنمية الوطنية وتعزيز السيادة الوطنية. وتخللت الاحتفالات عروض ثقافية وفنية متنوعة إلى جانب فقرات قدمها طلاب مدارس لغة الأمة. وفي السياق ذاته احتفل الإريتريون في لوس أنجلوس والمناطق المجاورة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 من مايو بالذكرى 35 للاستقلال عبر تنظيم فعاليات جماهيرية مميزة. وخلال المناسبة سلم عمدة مدينة غارديان وعدد من ممثلي مدن لوس أنجلوس والمناطق المجاورة شهادات التقدير للجالية الإريترية اعترافا بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا. كما تضمن الاحتفال قصائد وعروض شبابية ومسرحية تجسد عالم إريتريا، إضافة إلى عروض ثقافية تعكس تنوع قوميات الإريترية. وفي كندا نظمت الجالية الإريترية في مدينة ساسكتون بولاية ساسكتشوان يوم 23 من مايو احتفالا ركز على الحفاظ على التراث والقيم الثقافية الإريترية. وشهدت الفعالية تقديم الأطفال والشباب عروض ثقافية وأزياء تراثية تمثل القوميات الإريترية المختلفة بحضور عدد من المسؤولين والمدعوين. وفي ختام الفعاليات عبر المشاركون عن تمنياتهم للشعب الإريتري ولقوات الدفاع. احتفل الإريتريون في عدد من دول العالم بذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا في أجواء وطنية مميزة. وخلال الاحتفالات التي نظمت في مدن مختلفة بالسويد، أكد الإريتريين تمسكهم بوحدتهم الوطنية وحرصهم على نقل الموروث الثقافي وتعزيز مساهمتهم في مسيرة البناء الوطني. وخلال الاحتفال الذي أقيم في العاصمة ستوكهولم، نقل القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد السعيد تهانيه للشعب الإريتري وقوات الدفاع، مؤكدا أن الاستقلال لم يكن هبة مجانية بل ثمرة كفاح مرير وتضحيات جسيمة. من جانبها أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمناسبات الوطنية سيد آلم تخلى قرقيش أن الشعب الإريتري تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة بفضل صموده وتضحياته رغم التحديات والضغوط. كما أشار إلى انطلاق مبادرة لبناء مركز إريتري في السويد يحمل اسم بيتنا
داعيا أبناء الجالية إلى الإسهام المادي لإنجاح المشروع. وشهد الاحتفال لقاء جمع جماهير بعدد من لاعبي المنتخب الإريتري لكرة القدم من الشباب المولودين في السويد والناشطين في الأندية السويدية، فيما بعث اللاعب الإريتري السويدي المعروف ألكسندر إيساق نجم نادي ليفربول الإنجليزي رسالة ثانية مصورة عبر الفيديو. وفي النرويج نظمت احتفالات مماثلة أكد خلالها مسؤول الشؤون القنصلية السيد يمان جبركيدان أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية التي حققت بفضل تضحيات مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية. كما حيث الجاليات الإريترية في أنغولا وغانا وغينيا وكونغو وسيراليون المناسبة ببرامج وفعاليات متنوعة. وفي العاصمة الأنغولية لواندي تواصلت الأنشطة الرياضية لمدة شهر كامل إلى جانب عروض ثقافية للأطفال، فيما أقيم يوم 23 من مايو احتفال جماهيري كبير شارك فيه أكثر من 2000 مواطن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نظم الإريتريون المقيمون في مدن أطلانتا وسينستيان وسانت جوزيف وكانساس وسيتي سانت لويس وساسكافولس وأنديانابوليس وسيسك سيتي ديون موين وليفال وديتوين وكولومبوس احتفالات رسمية حضرها مسؤولون أمريكيون. وتضمنت الفعاليات عروض للأزياء والفنون الشعبية التي تمثل القوميات الإريترية، إلى جانب برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والثقافة الإريترية. كما شهدت الاحتفالات تقديم رسائل تهنئة من أصدقاء جانب لإريتريا، إضافة إلى تكريم الطلبة الذين تخرجوا من الجامعات والكليات والطلاب الذين أكملوا دراستهم الثانوية في بلدان المهجر. اختتم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط اليوم 29 من مايو بقاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بأسمرة مسابقة إلقاء الخطاب التي نظمها بين طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي 2025-2026. وهدفت المسابقات إلى رفع مستوى الكفاءة اللغوية إلى لدى الطلاب وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات التعبير الواضح عن الأفكار، إلى جانب تشجيع ثقافة البحث والقراءة وتطويرها. وفي كلمة له خلال المناسبة أوضح مسؤول الثقافة والرياضة والصحة بالفرع الأستاذ ستيفانوس جبر هواريات أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة الرامية للارتقاء بمستوى التعليم وكفاءة الطلاب، مشيرا إلى أهمية دور أولياء الأمور إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة التعليم. من جانبها أشارت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بالمبادرة داعية المدارس والمعلمين إلى مضاعفة دورهم في تمكين الطلاب من تطوير معارفهم ومهاراتهم بصورة مستمرة. وفي ختام الفعالية أعرب مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي عبد الجابر عن شكره للمنظمين والمشرفين وطلاب المشاركين، حث الطلاب على مواصلة الاجتهاد لتحقيق نتائج ومستويات أفضل في مسيرتهم التعليمية. وشارك في التصفيات النهائية طلاب تأهلوا عبر مراحل تنافسية بدأت من مدارسهم، فيما تم في ختام التوزيع جوائز على الفائزين في شملت ميداليات وأجهزة لوحية ودرجات هوية وغيرها من الجوائز التشجيعية. أعلنت وزارة الزراعة أن المختبر الوطني للصحة الحيوانية والرقابية والبيطرية حقق أنشطة وإنجازات ملموسة في مجالات فحص العينات وإنتاج اللقاحات البيطرية، إلى جانب تعزيز البنى التحتية للمختبرات. وأوضحت الوزارة أن المختبر الذي كان يقتصر خلال السنوات الأولى للاستغلال على تشخيص عدد محدود من أمراض الحيوانات لم يكن يفحص سنويا أكثر من 600 عينة، بينما ارتفع العدد حاليا إلى نحو 16,000 عينة سنوية، مشيرة إلى قدرته للتشغيلية وصلت إلى أكثر من 12,000 عينة خلال شهر واحد فقط. وبين التقرير أن المهام الرئيسية للمختبر تشمل تشخيص أمراض الحيوانات والكشف عن الأمراض والآفات النباتية وفحص جودة وسلامة الأغذية الحيوانية والبشرية وإنتاج اللقاحات البيطرية، إضافة إلى إنشاء وتعزيز المختبرات الإقليمية للصحة الحيوانية والرقابة البيطرية. وأشار التقرير أن المختبر تمكن منذ العام 2023 من إنتاج أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح مضادة لمختلف الأمراض الحيوانية، مؤكدا أن عملية إنتاج مستمرة بوتيرة متصاعدة. ويضم المختبر حاليا 183 من الكوادر المهنية تشكل المرأة نسبة 58% منهم، كما يتمتع ببنية تحتية توصف بأنها متطورة نسبيا وفق ما أفادت به وزارة الزراعة.
وجهت الدعوة في مديرية ملقي بهدف تعزيز وتنسيق الجهود التي تبذلها القرى في مجال حماية البيئة في ظل ما تحققه بعض المناطق النموذجية من نتائج إيجابية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين المراعي. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد ملأكي واللاميكين أن المنطقة تضم أكثر من 170 ألف رأس من الماشية والأغنام والماعز إلى جانب مساحات واسعة من المراعي، مشيرا إلى أن التجربة التي تنفذها إدارة ضاحية فولينا في مجال حماية البيئة والاستخدام الرشيد للمراعي والثروة الطبيعية بدأت تحدث أثرا ملموسا، داعيا بقية القرى إلى الاقتداء بها. وأضاف أن منطقتي فولينا وضفاف نهر مرب تعدان من المناطق الملائمة للرعي، الأمر الذي وفر بيئة مستقرة للرعاة ومربي الماشية، مؤكدا أهمية تأسيس لجان وتخصيص فرق للحماية بهدف الحفاظ على الأشجار والمياه والمراعي وضمان استدامة الاستفادة منها. من جانبها أشارت مدير إدارة ضاحية فولينا السيدة زيايد براقي أن الأساليب التي يتم تطبيقها منذ سنوات ساهمت بصورة كبيرة في تنمية القطاع النباتي وتحسين الأعلاف، مؤكدة ضرورة تبني القرى والإدارات الأخرى لتجارب مماثلة. كما أوضح السكان أن التعاون القائم بينهم وبين الإدارة والجهات المعنية بحماية البيئة ساهم في تطوير آليات محلية للحفاظ على الأعلاف، الأمر الذي مكن مواشيهم من البقاء في المنطقة على مدار العام دون الحاجة للانتقال لمسافات بعيدة. ينظم الاتحاد العام لألعاب القوى يوم 7 من يونيو ماراثون أسمرة للعام 2026 على الشوارع الرئيسية للعاصمة أسمرة. وأوضح مسؤول متابعة الاتحادات الوطنية واللجنتين الأولمبية والبارا أولمبية مفوضية الثقافة والرياضة العقيد سلمون سيوم في تصريح لوسائل الإعلام المحلية أن نسخة هذا العام تعد السابعة من ماراثون أسمرة، مشيرا إلى مشاركة نحو 60 عداء من 5 دول وهي إريتريا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان وأوغندا في سباق الذكور. وأضاف أن سباق الإناث لمسافة 21 كيلومترا سينظم لأول مرة ضمن فعاليات الماراثون، إلى جانب سباقات لذوي الإعاقة والعدو الجماعي لمسافة 3 كيلومترات. وأشار العقيد سلمون إلى أن إريتريا تستلمت شهادات اعتماد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى الياف الخاصة بماراثون أسمرة ونصف ماراثون شرق إفريقيا، معتبرا ذلك خطوة جديدة في مسيرة تطوير رياضة ألعاب القوى في البلاد. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام لألعاب القوى سيد إفريم تخستي أن مسار السباق تم قياسه واعتماده من قبل الاتحاد الدولي، مبينا أنه سيتم ابتداء من هذا العام تسجيل الأرقام القياسية الرسمية الخاصة بالماراثون، إضافة إلى تحديد عدائين يساهمون في رفع نسق الماراثون في فئتي الذكور والإناث. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قالت نائبة وزير الخارجية الكوبي فارزينا فيدال أنها ترى أن خطر شن عدوان عسكري أمريكي على الجزيرة آخذ في الازدياد مع ركود المفاوضات بين البلدين. وفي كلمة خلال جلسة الاستماع بمبنى الكابيتول لتنديد بالعقوبات الأمريكية على واردات النفط الكوبية، اتهمت فيدال واشنطن بتلفيق ذرائع لتصوير كوبا على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي لتبرير شن عدوان. وفي عهد الرئيس دونالد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارا فعليا على كوبا من خلال التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، مما تسبب في انقطاع تيار الكهرباء وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود. وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك رابيو في وقت سابق أنه واثق من أن الحوار بين البلدين الذي بدأ في مارس تقريبا سيحقق نتائج جيدة. بدوره حذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من حمام دم يؤدي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري. اتهمت البحرية الصينية فرقاطة هولندية بارتكاب انتهاكات وأعمال استفزازية قبالة جزر بارسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فيما نفت وزارة الدفاع الهولندية روايات بكين وسط تصاعد التوترات في المحيط الهادئ. وأوضح المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي للبحرية الصينية في بيان أن القوات البحرية والجوية استخدمت التدابير اللازمة
بما في ذلك التحذيرات والتشويش الإلكتروني، بعدما قالت بكين أن فرقاطة هولندية تدخلت بشكل غير قانوني منطقة قرب جزر بارسيل وأطلقت مروحيات على متنها داخل المجال الجوي الصيني. واتهم الجانب الهولندي بتقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي بشكل خطير، وحثه على التوقف فورا على انتهاكاته وأعماله الاستفزازية. وازدادت أنشطة هولندا في منطقة المحيطين الهندي والهادي خلال السنوات الماضية، حيث أرسلت سفنا حربية عبر بحر الصين الجنوبي في إطار مساعي أوسع لتعزيز العلاقات الأمنية في المنطقة. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون التزامه بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع أندونيسيا لتصبح شراكة عالمية في مختلف المجالات. وقد تم نقل ذلك أثناء استقباله لزيارة الدولار للرئيس باربو ساباتو في قصر الإليزيه في باريس. وفي بيان مشترك وصف ماكرون أندونيسيا بأنها شريك استراتيجي مهم لفرنسا في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وفي مجال الدفاع والأمن أبرز ماكرون التعاون الوسيط بين البلدين الذي تميز بوصول أول طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى أندونيسيا. كما أكد ماكرون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين أندونيسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن تنفيذ قواته تدريبات دفاع جوية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الاستعداد ضد تهديدات المسيرات الكورية الشمالية. وذكرت وكالة إنهاب الكورية الجنوبية أن التدريبات استمرت 3 أيام في منطقة ساحلية في مقاطعة جيسوانغ الحدودية على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرق سول، وشارك فيها حوالي 130 جنديا و8 مركبات مضادة للطائرات وفقا للجيش الكوري الجنوبي. وجرت التدريبات مع تركيز على الاستكشاف واعتراض الأهداف الجوية، حيث أطلقت القوات حوالي 600 طلقة في الدقيقة من مدفع 30 ملم المضاد للطائرات لإسقاطها. وتضمن هذا الحدث أيضا استخدام مركبات غير مأهولة متعددة الأغراض وروبوتات متعددة الأرجل لاستكشاف المناطق الخطيرة التي يصعب على البشر الوصول إليها. عناوين النشرة مرة أخرى: رسائل تهنئة بمناسبة أعياد الاستقلال. الإريتريين في فرنسا يحيون الذكرى 35 للاستقلال بأجواء مميزة. ماراثون 2026 ينطلق في 7 من يونيو بمشاركة إقليمية. كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان أمريكي عسكري. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. ماكرون يؤكد أن أندونيسيا شريكا استراتيجيا مهما لفرنسا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وفي أمان الله.